فاكرين لما كنا بنسمع عن الأبطال اللي بينقذوا مدن كاملة؟ كنا بنقول دي حكايات أفلام أو أساطير بتتروي من زمن. بس النهاردة 8 يونيو 2025 الأسطورة كانت حقيقية، وكان بطلها اسمه خالد عبد العال، شاب بسيط من مركز بني عبيد في الدقهلية، ابن بلد، راجل بمعنى الكلمة، سواق شاحنة مواد بترولية، كل يوم بينزل شغله عادي، بيكافح عشان يعيش ويأكل عياله بالحلال. بس عمره ما كان عارف إن اليوم ده هيكون آخر يوم في عمره. من حوالي أسبوع الساعة 8:30 الصبح محطة بترومين في مدينة العاشر من رمضان كانت شغالة كالعادة، عربيات داخلة وعربيات خارجة، والناس بتتحرك حوالين التنكات الكبيرة، وخالد كان واقف بعربيته محملة بالبنزين. وفجأة حصل اللي محدش يتوقعه، الدخان بدأ يطلع من العربية، النار اشتعلت، وفي ثواني العربية كلها بقت كتلة لهب. الناس جريت، كل اللي حواليه هربوا، كل العمال والزبائن اللي كانوا بيمونوا، بس خالد مجريش، وقف ثواني، بص حواليه، شاف الخزانات الضخمة بتاعت البنزين، شاف بيوت ومحلات، شاف مئات الأرواح اللي ممكن تروح في لحظة، وبمنتهى الشجاعة قرر يضحي بنفسه عشان ينقذ غيره. ركب العربية وهي مولعة، ساق العربية المولعة بعيد عن المحطة، بعيد عن الناس، وكان عارف كويس جدا إنه كان بيمشي آخر خطواته في الدنيا. نقلوه على طول مستشفى ببليس، وبعدها أهل مصر للحروق في القاهرة. كان مصاب بحروق من الدرجة التانية والتالتة، جسمه كله كان متبهدل، بس رغم الألم كان بيحاول يبتسم. أيام قليلة قعدها في العناية المركزة، وأهله كل يوم بيقولوا يمكن ربنا يكتب له عمر جديد، بس قلب خالد كان خلاص قرر يسكت. والنهاردة الصبح يوم الحد 8 يونيو 2025 سكت القلب ومشي خالد. الناس في بني عبيد ما صدقتش، العاشر كلها نزلت تبكي بطلها اللي ما كانش ضابط ولا جندي، بس كان راجل ب100 راجل. اللي عمله خالد مش بسيط، الراجل حرفيا أنقذ مدينة كاملة من كارثة مؤكدة، أنقذ أطفال كانت في طريقها للمدرسة، ستات كانت بتشتري عيش، شباب رايحين شغلهم. عشان كده قرروا يخلدوا اسم خالد. رئيس جهاز العاشر من رمضان طلع قرار رسمي، شارع جديد هيتسمى شهيد الشهامة خالد محمد شوقي عبد العال.